السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة النهاردة جميلة جدا، اللي هي الملوخية بالجمبري. جميلة جدا ان شاء الله هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنسمي الله وهنصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. شفتوا الملوخية عاملة ازاي؟ خضرة وجميلة جدا جدا ازاي، وجنبها رز بقى بشعرية كده جميل جدا. أهو بصوا الجمبري كمان، بسم الله ما شاء الله. إن شاء الله هيعجبكم. لو أول مرة تتابعوني اكتبوا لي بتتابعوني منين، وعلقوا لي بتعليق جميل كده محفز منكم. بصوا الجمبري، الله الله الله، حاجة كده تحفة تحفة بجد، بألف هنا. بجد أكلة ملوكي ملوكي جميلة جدا جدا جدا. إن شاء الله هتعجبكم. وإن شاء الله لو أول مرة تتابعوني اكتبوا لي بتتابعوني منين، وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وما تنسونيش باللايك يا حبايب قلبي، اللايك هو اللي بيرفع الفيديو معانا. بصوا بقى الجمال والحلاوة. وانا معاكم كده هخلص الملوخية بالجمبري دي. جميلة جدا 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 بألف هنا، وطريقتها سهلة وبسيطة، والمكونات بتاعتنا سهلة وبسيطة جدا، والطريقة كمان سهلة جدا جدا. إن شاء الله هتعجبكم وهتحبوها بإذن الله. يا سيدي يا سيدي، بصوا بقى، مفيش أطعم من كده، وبالعيش كمان روعة. اعملوا لايك بقى. يلا بينا نشوف مقاديرنا ونقول وصفتنا. معايا نص كيلو جمبري صغير، ومعايا نص كيلو ملوخية مفروم زي ما انتوا شايفين كده. تمام. الجمبري طبعا انا نقعاه كويس جدا جدا في محلول النقع، زي ما احنا عارفين احنا بننقعه ازاي. وكمان انا شايله منه الظهر، وسبت معايا 3 وحدات عشان اوريكم. بس هنشيل الكيس الرملي منه ازاي. بجيب خله، وتعالي بقى كده سيبي اخر قصبايه، وتعالي بقى في الحته في القصبه التانيه كده، هو بيبقى الظهر متقسم بتاع الجمبريه. هتقومي غزه الخله في قلب الجمبريه من ورا، من النص كده من تحت يعني من الطرف. هتقوم مطلعه معاكي الكيس الرملي بكل سهوله. بصوا يا بنات زي ما بقول لكم، من عند الديل كده هتسيبي قد سنتي، وايه من السنتي التاني ادي الكيس الرملي ده، عشان طبعا احنا بنشيله عشان ما يقروش تحت اسنانك. تمام. انا عامله كل الكميه، انا ما كانش باقي الا 3 بس، خليتهم عشان اعملهم معاكم، عشان اللي ما بيعرفش ينضف الجمبري. معانا مقاديرنا بقى: فلفل اخضر، فلفل احمر، فلفل الوان، معايا طماطم مكعبات، معايا الملوخيه، معايا بقى بصل برضو مكعبات. بجيب الجمبري كده بقشره بقشره عشان انا عايزه الشوربه بتاعته. بجيب الجمبري بقشره وبسويه بقشره. تمام. دي على طريقتي انا. الملوخيه بالجمبري دي على طريقتي انا. بصراحة ما حدش عملها كده. وادي كمان البصل، بجيب البصل زي ما انتم شايفين كده، وادي الطماطم والفلفل الالوان. تمام. وبنبهر بقى الجمبري بتاعنا. دي بقى اهم حاجة، دي بقى دي التركة بقى، والخطوة بقى المهمة جدا في شوربة الجمبري والجمبري، عشان الملوخية تطلع معانا اجمل ملوخية بالجمبري. معايا ملح، معايا كمون، معايا فلفل اسمر. تمام. ما باحبش أكتر في البهارات خالص، بالأخص للسمك، عشان تاخدي النكهة والطعم بتاع السمك نفسه، ما تغيرش بقى. والبهارات بتغير الطعم طبعا زي ما احنا عارفين، وتغير النكهة. لا، أنا عايزة طعم الجمبري بتاعي جمبري، أنا عايزة الجمبري جمبري. تمام. معايا بقى دقة الشطة بالثوم ديت بقى حاجة تانية خالص. شطة حامية جميلة جدا، دي حسب الرغبة، بس لما بتكون حامية بتخلي الشوربة بتاعت الملوخية والجمبري في حتة تانية خالص. بجد عسل عسل عسل. جربوها بجد هتعجبكم جدا جدا جدا. وبقلب بقى بالراحة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا احنا الجمبري ما بنقلبوش كتير، بنهز بس الحلة كده زي ما احنا شايفين كده. تمام. لحد ما ياخد اللون بتاع السوا بتاعه، وهقول لكم هنعمل ايه. خلاص كده نحط بقى المية بتاعتنا اللي هي هتعمل شوربة زي ما انتوا شايفين كده، على قد كمية الملوخية اللي انت هتعمليها. وبنزل الشوربة، بحط مية عشان تعمل لي شوربة. تمام. بسيب بقى الجمبري بتاعنا يستوي، يكمل سواه، ويعتق كده في قلب الشوربة بتاعته. يعني مش هو بياخدش سوا، احنا عارفين ان الجمبري ما بياخدش سوا. بصوا اهو، بصوا اللون بتاعه. يدوبك الشوربة هتغلي غلوة واتنين، وهقوم بقى ناشلة الجمبري زي ما انتوا شايفين كده حبايبي.
معايا بقى مكعب مرق كده بعزز الطعم بتاع الشوربة بتاعتنا والجمبري بتاعنا، عشان تاكلوا أجمل ملوخية بالجمبري، تحفة بجد بألف هنا. بصوا بقى كده خلاص الشوربة بتاعتنا بتغلي اهي زي ما انتوا شايفين كده. تمام. معايا بقى انا حلة على البوتاجاز كمان، هعمل على ما الشوربة تغلي كمان غلوة اعمل معايا احمر معايا الرز ابو شعرية. معايا معلقة سمنة على معلقة زيت زي ما انتوا شايفين كده، بسيحها ومعايا الشعرية. دي قد كوباية شعرية. تمام. بقلب فيها كده لحد ما تاخد اللون الذهبي اللي انا عايزاه، عشان يديني الرز اللون الرز الجميل اللي انتوا ايه هتشوفوه دلوقتي ان شاء الله. بصوا ادي الشعريه بتاعتنا كده خلاص تمام، انزل عليها بقى بالرز بتاعنا. تمام. وادي له التشويحه بتاعته واحط له الملح بتاعه واظبطه وادي له الايه الميه بتاعته، بيكون يا دوبك مقدار بيغطي بس الرز. بغطي الرز بمقدار، الرز بشعريه بغطيه بمقدار نص سنتي بس من فوق الرز، من بعد الرزايه نص سنتي بس. واول ما يشرب تهدي عليه وتسيبيه يكمل سواء، ما بيكملش 10 دقايق، 10 دقايق ربع ساعه بالظبط. تمام كده. الشوربة بتاعتنا بصوا بقى عمالة تغلي ازاي يا جماعة، الشوربة جميلة جدا ريحتها جايبة آخر الدنيا. طبعا ده جمبري، وبالذات بقى لما تحطي بقى الملوخية عليه بقى يا سيدي يا سيدي على الطعم يا سيدي. دلوقتي حطيت بقى الملح على الرز زي ما انتوا شايفين، وبقلبه كويس وشوحه كويس جدا كده عشان ياخد طعم السمنة وطعم الزيت الرز كله، وتبقى الحباية معانا مفلفلة. بحط المية. بصوا بقى المية يا بنات، المية بتكون بتغلي. تمام. ادي المية بتاعتنا يا دوبك غطت الرز بتاعنا، واغطي عليه يشرب بقى ايه مع نفسه. اكمل بقى مسيرة الجمبري كده خلاص الشوربة بتاعتنا بقت جميلة جدا وجامدة جدا، والجمبري بتاعنا استوى. بننشل الجمبري زي ما انتوا شايفين كده، عشان الخطوة اللي جاية مهمة جدا جدا في الجمبري. طبعا احنا حاطين الجمبري بقشره، هنقشره دلوقتي. تمام. انا استفدت بالقشر بتاعه، واستفدت ان انا سويت الجمبري بتاعي، واستفدت ان انا عملت اجمل شوربة جمبري عشان الملوخية بتاعتي. بجيبه بقى ونقشره كده بكل سهولة، هو سخن جدا اهو زي ما انتوا شايفين. انا بمسكه بالعافية بصراحة لانه سخن جدا. مستوي معاكي وبيتقشر معاكي بكل سهولة. أهو. تمام كده تمام كده. بس انا هعمل الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده، ومعايا الشوربة طبعا بتغلي. ادي الجمبري معانا اهو قشرته كله. تمام. الشوربة بقى بتغلي، انزل عليه احطه تاني في قلب الشوربة. تمام. هتاخد الغلوة واقوم حاطة الايه الملوخية بتاعتنا. طبعا الشوربة بتاعتنا فيها التوم وفيها الشطة وفيها الكمون والملح والفلفل وكل حاجة ومكعب المرق وكل حاجة ومطعمة وكل حاجة. المرة دي انا ما عملتهاش بالكزبرة الناشفة، الملوخية أنا ما عملتهاش بالكزبرة الناشفة بصراحة. بس الجمبري شوربة الجمبري روعة تحفة. ادي الرز معانا شرب وفلفل اهوت كمان واستوى وختم معانا جميل جدا بألف هنا، ريحته جميلة جدا. تمام. خلاص كده خلصنا الرز. تعالوا بقى على الايه الشوربة بتاعتنا بتاعت الجمبري. اول ما الشوربة تغلي اهوت يا بنات الشوربة غليت معانا، هنزل بقى بالملوخية بتاعتنا. الله يا سيدي يا سيدي على الريحة، جميلة جميلة بجد تحفة بألف هنا. الريحة تجنن تجنن يا بنات، جربوها وما تنسونيش بلايك. انزل الكمية كلها كده. الله الله يا سيدي يا سيدي. بص بقى اسيبها بقى افردها كده واسيبها تقلب بقى ايه براحتها كده. ريحة الشوربة نفسها، ريحة الشوربة بتاعت الجمبري لوحدها بتوديكي في حتة تانية خالص، جميلة جدا.
بصوا بقى، بصوا الملوخية بتاعتنا، بصوا الملوخية بالشوربة بتاعت الجمبري. يا سلام يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي على الجمبري يا سيدي. بسم الله ما شاء الله، بألف هنا بألف هنا بألف هنا. جربوها قولوا لي رأيكم. ما تنسونيش بلايك يا بنات، وتسرحوا معايا بالله عليكم اللايك. بصوا بقى، عشان الشرب، عشان الملوخية بتاعتنا تبقى خضرا قوي والخضار بتاعها يبان، انا بشيل عفوا، انا بشيل اللي هو الشوائب اللي على الوش ديت، اللي هو الرغاوي دي، اسمه ايه يعني، هو بيبقى يعمل رغاوي كده، بشيلها انا. تشيليها، لما بتشيليها الخضار بتاع الملوخية بتاعتك بيبقى زاهي وجميل، وجميل خضرة كده جميلة. بصوا، شوف الخضار، خضار خضار. شفت الملوخية؟ الله الله يا سيدي يا سيدي على الروايح يا سيدي. بصوا الجمبري، الجمبري اللي هو اللي احنا حاطينه برضه. بصوا الله الله، جميل جدا جدا بألف هنا. والله والله الأكلة والوصفة جميلة وتستحق التجربة. إن شاء الله جربوها ومش هتندموا أبدا أبدا أبدا. بصوا الملوخية، بصوا الجمبري، آدي الجمبري، آدي الجمبري. بصوا بقى، صاحي جمبري صاحي. بس الله يا سيدي. والملوخية لها كده عرق كده وجميلة كده، مش مسقطة وإيه، وطعم جميل. ويلا شيل بقى يا سيدي كده بقى معلقة الرز بالجمبري وبألف هنا. جميلة بجد 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 بألف هنا. الله الله يا سيدي. هخلص معاكم انا الطبق النهارده، هخلص معاكم طبق الجمبري وطبق الرز ده، وانا معاكم كده على الهوا. وكمان عيش كمان. الله الله. ان شاء الله انتظروني في الفيديو القادم ان شاء الله. ان شاء الله اقدم لكم كل جديد، وباذن الله احنا داخلين على عيد الاضحى المبارك. كل سنه وانتم طيبين، وعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات باذن الله. ان شاء الله هنعمل وصفات جميله جدا لعيد الاضحى. انتظروني ان شاء الله الفيديو القادم. في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.